السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وصحة وسعادة وفرح دايما يا رب. في البداية عايزة اشكركم على كلامكم الجميل اللي بتقوله لي وعلى دعواتكم الحلوة اللي بتقولها لي. ربنا يجازيكم بالمثل يا رب. ما تتصوروش والله العظيم ان انا فعلا الكلام الجميل ده بتاعكم بيحلي حياتي قد ايه. والله ده بيرفعني لسابع سما. الكلام الجميل دوت فعلا بيخليني في منتهى السعادة. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم يا رب، وربنا كده يوقع لكم اللي يكبر بخاطركم بكلام جميل كده زي اللي بتقوله لي. بدايه احنا النهارده مع بعض في قناه اوريجينال للاكسسوارات. ان شاء الله هنعمل كوليبه شيك وتكلفته بسيطه. في البدايه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وابدا اقول ايه هي الخامات بتاعتي. انا النهارده هحتاج الزراديه ام كيرف والزراديه المبططه، هحتاج المقص. النهارده شغلنا كمان هنحتاج مسطره عشان ناخد المقاسات، وهحتاج كفر ستوبر وستوبر اللي هي الحبات الصغيرة دي، وهنحتاج سلسلة تطويل وزرد مقاس 6 وقفل. تمام كده. وهحتاج خرز تفسيرة، بس ده مش الخرز النمنم، ده المقاس اللي فوقيه على طول، يعني مش اللي هو الكبير ولا الصغنن، لا ده المقاس اللي بين الاتنين. انا ما بشتغلش بالنمنم، يعني الموديل بتاعي ده ممكن تعمليه بالنمنم عادي لو هو المتوفر عندك، بس الصراحة انا عن نفسي ما بشتغلش بيه لانه بيتعب عيني. دوت بيبقى معقول ليا في الشغل اكتر منه. ممكن نحتاج الزرادية معانا يعني النهاردة، ممكن نحتاجها وممكن ما نحتاجهاش، عشان كده ما قلتلكوش عليها يعني في الاول. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الواير بتاعنا كده وهنفك جزء منه ونسيبه زي ما هو في البكرة كده، وهنجيبه كده وهمسك شوية من الخرز بتاعي كده في ايدي. طبعا مش هينفع امسكه خرزة خرزة، انا همسك شوية كده في ايدي كده، وهبدأ اجيب الواير بتاعي كده وهقعد ادخل الخرز بتاعي. الخرز بتاعي زي ما قلت لكم ميكس. طبعا لو انت عايزه تعمليه بلون ثابت يعني لون واحد مثلا، بتجيبي خرز كيس مثلا، هو بياخد كميه خرز شويه. فلو انت عايزه تعمليه بلون هتجيبي كيس خرز لون واحد، ده لو انت عايزاه لون واحد، لان هيبقى صعب تنقي الكميه اللي هنعمل بيه الموديل بتاعنا النهارده من الكيس الميكس. يعني انت لما هتاخديه على ايدك كده يبقى سهل معاكي قوي، عكس ما تقعدي تمسكيه واحده واحده كده وتحطيها واحده واحده. لا كده على ايدك على طول كده بالواير هتاخدي كذا واحده في وقت واحد. طبعا حبايبي اللي واخدين على شغل خرز التفسيره هيبقى سهل جدا معاهم. عايزه بس كده وانا بملى الفرع كده بتاعي، انا هعمل قد ايه من الفرع ده؟ انا هعمل 30 سنتي. اهو هنملينا كده الفرع هنقيسه ونشوفه كده 30 سنتي معانا. هنجيب المسطره كده وهنحط كده المسطرة. انا عايزة 30 سنتي بالظبط، يعني من الخرزة للخرزة. هنعمل ايه بقى؟ بصوا، هجيب الفرع بتاعي كده تمام، وهدخل فيه واحدة ستوبر كده تمام. هعمل ايه بقى؟ بصوا ركزوا معايا. هجيب الفرع بتاعي كده اهو، وهرجع بيه تاني جوه الاستوبر وهدخل بيه اهو. دخلنا بيه جوه الاستوبر، يعني بصوا اهو، ركزوا معايا. الاستوبر اهو، الفرع الواير اهو، هرجع جوه الاستوبر وادخل بيه تاني تمام كده. هرفع الاستوبر بتاعي، هرفع الاستوبر بتاعي كده لفوق، هرفع الاستوبر بتاعي لفوق. هسيب حته صغننه كده اهو. رفعنا الاستوبر بتاعنا كده اهو، سبت حاجه بسيطه كده زي ما انتوا شايفينها اهي، سيبنا حاجه بسيطه كده تمام. هعمل ايه بقى؟ هروح قافله الاستوبر بتاعي. الاستوبر بتاعنا احنا سايبين حاجه بسيطه فوق، هي تقريبا واضحه اهي ليكو، حاجه بسيطه جدا. وهضغط على الاستوبر بتاعي حلو، وهاجي هروح رافعه الخرز كله كده، منزله الخرز بتاعي كده. طبعا في جزء هنا في الواير اهو، هدخله جوه الخرز كده، هداريه جوه الخرز. عايزه تقصيه قصيه بردك عادي، يعني لو عايزه تقصيه قصيه، عايزه تسيبيه سيبيه. ارفعي الخرز بتاعي، دارينا الحته الجزء اللي باين في الواير اهو داريناه، وهرفع الخرز كله كده تمام. هسيب جزء من الواير هنا كده اهو، حته كده بتاع 5 سنتي، بتاع 3 سنتي كده او حاجه، بس ان انا املكه يعني عشان تقدري تملكي الواير. اجيب واحده ستوبر تاني وهدخل الواير فيها كده تمام كده، وهرجع بالواير ادخل فيها كده تاني تمام كده.
وهجيب بقى الزرادية بتاعتي اللي هي ام كيرف، المساعدة اللي هي بتاعتي ام كيرف دي، وهشد بيها الواير كده، وارفع الواير من هنا شوية واسحبه من تحت كده شوية، ارفعه من هنا لان هو في واير تحت ايدي اهو. لا انا مش عايزة يبقى في واير كده تحت ايدي، يعني مش عايزة زيادة في الفرع خالص. انا الفرع كده كده هو مريح في ايدي. تمام. بقى عندي قطعة صغنونة تاني زي الناحية التانية، هقفل الستوبر بتاعي بردك كده. تمام. هنا بقى هقص الزيادة، هقص الزيادة دي. هتعرفي تداريها جوه الخرز، يعني هتعرفي تدخليها كده جوه الخرز، دخليها. بس هي هتبقى صعبة قوي في الناحية دي ان انت تدخليها، فالافضل تروحي قصاها كده. هاي بس هقصه، مش هسيب فيها اي زيادة خالص، هقصها يعني هقص جنب الستوبر بالظبط. تمام. بقى عندي الفرع ده، هحتاج من الفرع ده 23 واحد، انا عاملاهم طبعا لان مش هقعد اعمل ده كله قدامكم في الفيديو. هنعمل ايه بقى؟ نجيب الواير بتاعنا بردك كده تاني، وهعمل ايه بقى؟ هعمل 22 سنتي، بس ده مش هيتقفل بالطريقة دي. هوريكم ده احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب المسطرة بتاعتنا كده وهنقيس اللي عملناه، نقيس قد ايه اهو 22 سنتي. تمام كده. الشغل بتاعنا زي ما هو كده على الواير بتاعنا اهو، زي ما احنا شايفين ما قصيناش حاجة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هفك شوية من الواير، هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هروح جايبة الواير بتاعي كده. تمام. وهروح طبعا انا قستي كده 22 سنتي، هجيب الواير بتاعي كده ادخل فيه الكفر كده. بعد كده هدخل واحدة ستوبر. تمام كده. هلف الواير بتاعي كده جزء زي ما عملت المرة اللي فاتت، وهدخله كده في الستوبر وهرفعه كده. هسيب قد 2 مللي حاجة بسيطة كده فوق، وهروح ضغطة على الستوبر بتاعي، مش هسيب كتير اهو، وهضغط على الستوبر بتاعي. تمام. هقص بقى الزيادة اللي هنا دي كده. هقيس بقى في الواير بتاعي قد ايه تاني، يعني انا لسه ما قصتوش، هو لسه اهو في البكره بتاعتي ما قصتوش. هاخد كام بقى سنتي؟ هاخد 40 سنتي. طبعا انا الشغل مش هيبقى كله 40 سنتي، يعني هاخد 40 41. الشغل مش هيبقى على ال 41 كله، بس انا لازم اسيب زياده في الواير في ايدي عشان وانا شغاله، فانا خدت 41 سنتي. تمام كده. يعني بعد ال 22 سنتي اللي انا مليتهم وعملت الكفر فيه كده، معلش انا مقفلتش الكفر معاكم اهو، هنقفل الكفر معلش نسيت اهو، هنقفل الكفر. خدنا كام سنتي بقى؟ زي ما قلنا 41 سنتي كده. هنعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا عشان دي الخطوة المهمة اللي في الكوليه بتاعنا. هجيب الواير بتاعي اهو، هجيب الفروع اللي انا عملتها، هدخل بالفرع الاولاني. تمام. وهاخد خرزة، هاخد خرزة. تمام. خدنا الفرع الاولاني اهو كده قدامكم، وخدت بعد الفرع خرزة. هاخد الفرع اللي بعديه، وبعد كده هاخد خرزة. تمام كده. خدنا فرع وخدنا خرزة، بعد كده خدنا الفرع اللي بعديه وخدنا خرزة. هعمل كل ده زي ما انا عملت كده في كل الفروع، فرع وخرزة فرع وخرزة. الخرز اللي انا بحطه ده هتشوفوا شكله بعد ما نخلص الموديل بتاعنا، هيبقى شكله حلو قوي في النص. انا ممكن ما كنتش احط الخرز، بس لا انا حطاه اولا عشان الفروع دي مش عايزاها تدخل على بعض، فالخرزة دي هتمنعها من ان هي تدخل على بعض. تاني حاجة هي هتدي شكل حلو في الكوليه بتاعي. رصينا الفروع بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين يا حبايبي، كل فرع فرع وخرزة فرع وخرزة، بقت بالمنظر ده. بص حتى بصوا الخرز في النص شكله حلو قوي كده بينهم، عكسي لما يبقى كان باين الواير، كمان الواير عشان ما يخشش في بعض. بصوا بقى هنعمل ايه. هاخد بردك خرزة بعد الفرع الاخير. هعمل ايه بقى؟ بصوا ركزوا معايا في النقطة دي. اول فرع من هنا،
اول فرع من هنا كده هجيبه كده وهروح داخله بيه هنا كده في الواير. تمام اهو دخلنا بيه كده. هاخد خرزة تاني فرع بعديه هجيبه كده، واوعوا تلخبطوا وتاخدوا فرع قبل فرع، لازم الفروع كلها تمشوا فيها بيها بنظام، ما تاخدوش فرع قبل التاني. ودخلنا بيه كده. بعد كده هاخد الفرع اللي هاخد خرزة، هيجي الفرع اللي وراه، تمشوا كله كده بنظام، ما اوعوا تاخدوا فرع قبل فرع، يعني ما جيش اخد من النص هنا لا. تمام كده. اهم حاجة الترتيب بتاعنا. وزي ما قلنا بين كل فرع وفرع ما ننساش الخرزة بتاعتنا. بص يا حبايبي عملناها كده بقت بالمنظر بتاعنا ده كده. عاملة الفرع ده كده بردك لحد 22 سنتي، يعني الفرع ده كده هقعد املاه بردك زي ما عملت في الفرع التاني 22 سنتي اهو كده. عملنا 22 سنتي تانيين، يعني بصوا بقى بالمنظر بتاعنا ده كده. خدنا المقاس 22 سنتي. هعمل ايه بقى؟ هجيب الكفر بتاعي، تنسونيش بقى في لايك يا حبايبي، لان والله بجد انا نظري اصلا بيبقى تعبني، ويعني عشان اعمل الكوليه ده بتعب قد ايه عشان اعمل الحاجات اللي هي بخرز التفسيره دي. بس عشان خاطر حبايبي خرز التفسيره طبعا اليومين دول طالع ترند وكده، فقلت اعمل لكم موديل بخرز التفسيره. هجيب بقى، دخلنا الكفر ودخلنا الاستوبر اهو، الاستوبر دخلناه، معلش عشان كنت بتكلم. انا ليه كنت قايله اسيب زياده؟ عشان انا عايزه يبقى كده مرتاح في ايدي. تمام. وهرجع بيه كده وهدخل بيه في الكفر كده تاني. تمام. وهسحبه من تحت اهو، اسحبه من تحت كده. هعمل ايه بقى؟ هو كده كده الواير بتاعي انا الفرع بتاعي مظبطاه اهو، الكوليه بتاعي كده متني في ايدي، انا مش هسيب اي زياده، هسحب من تحت كده واسحب من فوق وانزل بالستوبر بتاعي كده وهشده من تحت. اوعى يخرج الشغل منك. تمام. خليه بالك عشان الشغل ما يخرجش منك تبوظي اللي انت عملتيه. هطلع بالواير بالراحه كده، هسيب بس حاجه بسيطه كده وهروح قافله الستوبر بتاعي. تمام. هقفل الستوبر بتاعي. انا بحب بقى الزراديه المكرفه عشان هي بتدخل كده جوه الكفر واضغط بيها حلو. تمام. اتاكد ان هو الشغل تمام مش بيخرج اهو، تمام معايا مش بيخرج. خلاص هقفل الكفر بتاعي وهقص من تحت الزياده اللي في الواير دي. الكوليه بتاعي اهو كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هعمل ايه بقى؟ هجيب الزرد بتاعي وهفتحه كده وهاخد الناحيه دي كده اهو. الكوليه بتاعي زي ما قلت لكم هو مش مكلف بس هو متعب شويه، بس الستايل بتاعه تحفه زي ما انتم شايفين يا حبايبي. اقفل الزرد بتاعي، لازم اتاكد ان الزرد بتاعي حلو قوي اتقفل. تمام. هجيب بردك الزرد الناحيه التانية كده، هفتح الزردة وهجيب سلسله التطويل كده وهقفل الزرد بتاعي. بصوا انا الصراحه كان ممكن ان انا هقول لكم دلوقتي حاجه، ثواني. كان ممكن ان انا هنا اقفل بكفر في الطرفين الناحيه دي كده، اقفل بكفر واكمل سلسله، بس الصراحه انا حسيت ان الستايل الافضل فيه ان انا امشي بيه كده. وبرضك انتوا قولوا لي ايه رايكم، يعني ان انا لو كنت عملته، لان الصراحه الحته دي كانت محيراني قوي، ان انا امشي بيه كده خرز ولا ان انا اعمل سلسله كفر هنا وكفر هنا واكمل بسلسله. بس الصراحه يعني خدت رايهم في البيت كله قال لي لا كمليه بخرز كده اشيك يا ماما. موديل النهارده بتاعي زي ما قلت لكم هو
يعني متعب شويه، وبالنسبه لي انا بالذات معرفش من حبايبي بقى هيبقى ايه، بس انا بالنسبه لي عشان خرز التفسيره زي ما قلت لكم بيتعبني، عشان كده بقول لكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك بتاعكم. اتمنى ان الستايل بتاعنا يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.